معناتها كنت نتخيلها دزاير اما مش بالصورة اللي لقيتها. الحقيقة كنت ماخذة صورة عن الجزائر، وقت اللي جيت للجزائر نلقى العكس تماما. السلام عليكم خوتي، صباح الخير وملامس الخير. توانسة يعني لا بريمير فوا يجو لارجيري يعني وما يعني تشوكوا ما امنوش باللي لارجيري دايره كيما هكاك. يعني في الكوتي بوزيتيف الاولى درت لكم التيتر وكانت الصدمه. على بالي كاين بزاف ناس ما يبغوش، يقول لي يبغوا يدخلوا بيستشفوا. خويا الا بغيت تستشفى سعفني ما تبقاش تفرج هذا الفيديو بس غادي تحكمك الغمه. طيب باسكو كاين لي صوالات شابين هنا. بون التوانسه لا بريمير فوا يعني جاو لارجيري موالفين يروحوا غير الخارج الترك، يعني يروحوا وجهات سياحيه يعني معروفه. والجزائر قال لك نسيو لارجيري هاد المره، وكي جاو يعني بصراحه عطاو واحد الانطباعات والله يعني شيء يفرح. كأني جزائري يعني والله كي نسمع هذا الكلام والله صافي بليزير نفرح. نطوش عليكم نخليكم تشوفوا هاد الانطباعات والآراء خوتنا التوانسة على الجزائر. لنشاهد الفيديو. هي اساسا الرحله ما كانتش بروجرامي، كانت موجهه لاسطنبول. بعدين دخلت على الفيسبوك نلقى صور رائعه، الجيجه، الستيف، العلمة، الجزائر العاصمه. يعني قلت علاش ما نكتشفش يعني بلاد تكون هي جارتنا، يعني معروفه دائما تونس والجزائر هم جيران، والبلدان الاخرى يعني احنا ديجا نعرفوهم. لكن وقت اللي جيت بصراحه ابهرتني الجزائر، ما كنتش نتصورها في مستوى عندها جمال طبيعه غير طبيعي، بنى تحتيه فوق الخيال. يعني عجبتني صرت الانفاق ولا احنا نسموهم التروت ولا الجسور المعلقه، اساسا ما شفتهمش حتى في اوروبا. نلقى يعني الطابع الباريسي، حتى وقت تجولت في شوارع ستيف حسيت نفسي كأني اتجول في شوارع باريس. لقيت فيها بصراحة رائعة رائعة وأكثر من رائعة. واللي شد انتباهي أكثر هي حفاوة الشعب الجزائري. عمري ما كنت نتصور أنه شعب مضياف لهالدرجة. يعني شعب رائع جدا، شعب راقي في تعامله، يعني يعرض في خدماته. أنا والله خوتي نحتاج منكم خاصة أهل الاختصاص. والله زعما سؤال بورتون جزائري، سؤال توجور يجي في راسي ونقعد نتساءل علاش الجزائري يقدم الخدمات مجانا. والله نحوس نفهمها على بال باللي كرم يعني جزائريين كرماء، ولكن في الكوتي تاع سياحة انا غادي ندخلو كوتي تاع بيزنس. علاش الجزائريين يقدموا الخدمات هذه بالمجان؟ والله نحتاج منكم يعني اللي عنده معلومة يقولنا، ولا المختصين يعني ماذا بكم تنورونا. طريقة ان احنا ما حاسينش نفس ان احنا جايين اجانب او سياح، احنا حاسين انفسنا ان احنا ضيوف عند الجزائريين. وحتى يعني بعض الاسياء يقولوا احنا مانيش حاسين روحنا في شعب، يعني في بلد شقيق، احنا حاسين روحنا كأن احنا نتجولوا في تونس. العاصمة عجبتني فيها كل شيء. من اذا نحكوا على الطبيعه، الجبال اللي فيها، الانفاق، الشوارع، بعض المباني اللي فيها، هذه كل العاصمه يعني كلها يعني فيش حاجه مجزأه، كل حاجه تبهرنا. هذه الجزائر يعني عندها الجمال هذا، يعني الجزائر عندها الشعب الرائع هذا. اوجه كلمه شكر للجزائر على حسن الاستقبال، على طيبة الشعب الجزائري، على حفاوته، على الخدمات اللي قدمها وبدون مقابل. أركز على كلمة خدمات بدون مقابل، اللي في الفعل حسسني ان احنا في بيتنا ومناش في بلد ثاني اخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة وفرحانة برشا اللي أنا في الجزائر بحداكم، وأول مرة نجي. بصراحة عمري ما كنت نتصور روحي نجي للجزائر. أول حاجة جلبتني الطبيعة، ما محلاها، جبال وخضار وماء وما شاء الله. وثاني حاجة رحابة الصدر نتاع الجزائريين، وين ما ندخلوا فرحانين بينا برشا برشا. العاصمة روعة والله روعة بالحق، ما كنتش تصورها هكي.
معناتها كنت نتخيلها الجزائر اما مش بالصورة اللي لقيتها. روعة، عجبتني كل شيء، والله كل شيء عجبني. راجلي شجعني قال لي امشي تفرد وتعجبك الجزائر. وقبل ما نجي معناتها بشوية بقي مش قلت لا، مش باش تكون يعني سفرة باهية. علاش الناس اللي استدير الأجانب اللي عمرهم جاو لالجيري عندهم صورة أن الجزائر يعني ما عندك ما دير فيها، يعني ماشي بلاد اللي يستاهل باش تزوره. ولكن عند زيارة الجزائر كاع يغيروا الرأي تاعهم. والله العظيم هذه تقريبا شتهم كاع في الناس اللي ينشروا فيديوهات عن الجزائر، يعني يقول لك ما كانش على بالي باللي لاجيري كيما هكا، وكي يجوا يعني يغيروا رأيهم من 180 درجة. وانا تذكرت واحد الحادثة صارت معايا انا شخصيا، هي ماشي حادثة يعني، كان عندي انطباع على مثال يعني ليبيا. نوجه لخوتنا تحية الليبيين. تذكر في 2006 كان عندي انطباع ان ليبيا يعني ما كي شغل غير غادي وصاي، ما على باليش انا على روح ديجا. المهم داير في راسي بلي ليبيا ما ليبيا تاع بكري فيها الخيم وفيها منا. ولكن النهار اللي دخلت خوتي العاصمة طرابلس مأمنش عقلي. شابة بزاف طرابلس، شابة. والله فكرتني بهذا الانطباع اللي كان عندي، يعني كنت داير نظرة يعني مشي مليحة على ليبيا. مثال هذا مثال. نكملوا الفيديو. وبعد ما شاء الله والله حتى التو عاملين جو في كل شيء. وجهتنا هذه المرة كانت ولاية تيبازا، مدينة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فهي إلى اليوم لا تزال تحتضن كنوزا أثرية تتحدث بكل اللغات التي مرت على هذا المكان واستوطنته. ولعل من أهم المعالم التاريخية المذهلة التي تزخر بها محافظة تيبازا هو ذلك الضريح الذي يحلو لسكان هذه الولاية تسميته بقبر الرومية. لا فيريتي الجزائر أنا سمعت عليها من قبل برشا، فهمتي، كلام طيب وكلام زوين كما تقولوا انتم، لكن ما توقعتش باش نلقاها بالجمال هذا تبارك الله ليتوندو والكبر والمناظر الطبيعيه والثراء الثقافي والثراء الطبيعي. تبارك الله مناظر خلابه في الجزائر. معناتها امتداد كبير تبارك الله. عندنا وين تغزر تلقى لابوتي ما شاء الله. وزاد ولقيت زاد حاجه ما كنتش متوقعها كيما هذا كتبوا فيه السيد رام شوقي، ما راش مأمن عقله. جاتها كبيره، لهم كبيره بزاف وشابه بزاف، خاصة دروك غادي يذكر يعني البنية التحتية ما أمش عقله. بورتون لاجيري كبيرة أخي باش دير فيها بنية تحتية طيشها يليق لك ولا مالك. السيد ما أماش انفراستركتور ما شاء الله، يعني ديني دون غراند ميتروبول كوم باري باغ اكزومبل. هذا ما كنتش نتوقعوا باش نلقاه في الجي خاصة. ما شاء الله يعني بلاد تبارك الله، فهمت، كبر وانفراستركتور. والله مش تولي عندي نوع من التراديسيون نصير نرجع
بيان سور بالطبيعه، بيان سور هذه حاجه مؤكده. والله التونسيين انا ننصحهم باش يزوروا الجزائر، فهمتي يعني. فوالا هالحاجة الشابة من هادو لي فيديو اللي رانا بارطاجوهم. هذا السيد لا بريمير فوا جا ديكوفر لالجيري، عجبته، شا راه يدير؟ راه يشجع في الناس باش تجي تزور، يعني سياحة، يعني العملة صعبة. هذه هي الحاجة الشابة من هادو لي فيديو. سي بور سا راني بارطاجيهم مع خوتي، باسكو هادو الصوالح، هادو لي فيديو يعودوا بالإفادة كبيرة على الجيري، ومنها نعرفوا بالجمال تاع بلادنا والبنية التحتية الحقيقية، ماشي كيما شي واحد البلاد. راك فاهم خويا؟ هيا نكملوا الفيديو. سي اون اوبورتونيتي باهيه برشا باش يزوروا الجزائر. والله برشا حوايج اثروا فيا، يعني المناظر الطبيعيه الجميله برشا، فهمت، وال الطبيعه المونتانيوز اللي عندكم ما شاء الله يعني، فهمتي لي فيو عجبتني برشا وياسر يرحبوا بالعباد ويضحكوا في وجه العبد ويخليك تحب تزيد تقعد في هنا. ننصحكم يجيو يشوفوا الجزائر، ياسر مزيانه وما تندموش جمله، خاطرها بلاصه ياسر محلاها، مش كيما ما تتوقعوها، راهي خير برشا. كلها ان شاء الله من حسن الى احسن، وفيني نومبور. الآن يمكنك دعم القناة من خلال انتساب إلى قناة يوميات الجزائر، أو تقدم لنا دعم من خلال شكرا من التعليقات. وسأقوم بنشر جميع أسماء الداعمين في كل آخر فيديو، وشكرا لكم. وفي الأخير وليس آخرا، نشكر خوتي جميع اللي شافوا الفيديو وصل هذه المرحلة الأخيرة، نقول له بارك الله فيك وشكرا على الدعم المعنوي أولا، والدعم اللي راكم تقدموه أيضا لقناة يوميات الجزائر. ونرحبوا يعني بالمشتركين الجدد، نقول لهم مرحبا بكم في القناة تاعكم، وبدون ما ننسى أيضا المشتركين القدماء نقول لهم شكرا لكم أيضا، ثم يعني راكم تدعمونا يعني تحفزونا باش نزيدوا ننشروا الفيديوهات. اتهلوا في روحكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.